السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. معاكم ريري أحمد من قناة ري كروشيه. إن شاء الله النهاردة هنشتغل مع بعض الآيس كاب ده. اللي شاف الفيديو بتاع الجوانتي اللي فات كنا عاملينه باللون دوت، كنت عاملة طقم تاني اللي هو اللون ده، فأنا حابة إن أنا أعمل الطقم كامل. فالفيديو اللي فات احنا اشتغلنا الجوانتي باللون التاني اللي هو باللون ده. دلوقتي هنشتغل بقى الآيس كاب بتاعه بحيث إن يبقى جوانتي وآيس كاب مع بعض، وممكن كمان تعملي معاهم كوفية. بس انا هعمل بس الجوانتي والايس كاب. فان شاء الله النهارده هنصور مع بعض الايس كاب ده بكل تفاصيله. هو هيلبس من مقاس 10 ل 17 سنه، فانا هعمله على المقاس الاكبر اللي هو 17 سنه. اعلى مقاس فيه يعني هو المقاس هيبقى من سن 10 سنين ل 17 سنه، محيط راس 51 ل 55 سنتي. حجم الدايره ما بين 15 ل 17، فانا هشتغل على المقاس الاكبر. طول الطاقية من 22 ل 25. تمام، فهنشوف مع بعض هننفذ كل حاجة فيها ازاي، ونخلي بالنا ان الخيوط فيما بعد لما تستخدميها بتبدأ تريح شوية، فتراعي تريحة الخيط يعني شوية عنها 5 سنتي، عشان لما الخيط بيريح بعد كده مع الاستخدام يبقى المقاس مظبوط. تمام، هستخدم نفس الشلة اللي استخدمتها معاكم طبعا زي ما متعودين معايا. انا بسيب لكم في صندوق الوصف هي كام جرام، انا الوزن مثلا الجوانتي كام جرام، وزن الطاقية كام جرام، عشان لو حابة تنفذيها تبقي عارفة ان القاس ده ياخد معاكي كام جرام. وده طبعا خيط أريزة اللي استخدمناه مع بعض الفيديو اللي فات. هعمل عقدة البداية، هنسمي الله، وهنبدأ نعمل عدد سلاسل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ونبدأ نقفل في أول غرزة كده، نعمل غرزة منزلقة ارتفاع 1 2. دي سلاسل ارتفاع ما بحسبهاش من عدد العواميد اللي هعدها دلوقتي. هشتغل جوه الدايرة ديت 12 عمود بلف. ادي أول عمود، تاني عمود، تالت عمود، العمود الرابع، الخامس، السادس، 12. اشتغلت في الدايرة 12 سلسلة 12 غرزة عمود بلفة. تمام، هنيجي بقى عند أول عمود بالشكل ده، ونعمل عنده منزلقة، واخد معاه الخيط ده كده عشان انضف شغلي، واشد كده عشان اقفل على الدايرة بتاعتي كويس. هرتفع 1 2 سلسلتين، ملناش يعني هما بس تريح للشغل، وهخش في نفس المكان هشتغل 2 عمود بلفة. ادي اول عمود، تاني عمود، العمود اللي بعده هشتغل 2 عمود بلفة في نفس المكان. في كل غرزة هتقابلني هشتغل فيها 2 عمود. هنا بعمل التزايد بالشكل ده. هشتغل لنهاية الدور وارجع لك، كل غرزة هتقابلك هتشتغلي فيها 2 عمود. اشتغلت في كل غرزة قابلتني 2 عمود بلفة. هنقفل في أول غرزة بمنزلقة، وهترتفع 1 2، هتلفي الخيط على الإبرة، تشتغلي في نفس المكان غرزة، وفي العمود اللي بعده هتشتغلي 2 عمود في نفس المكان. يبقى هتشتغلي غرزة تزايد وغرزة لأ. تاني هخش في الغرزة اللي بعدها هشتغل عمود واحد بس. الغرزة اللي بعدها هشتغل 2 عمود بلفة في نفس المكان. الغرزة اللي بعدها عمود واحد، وهكذا غرزة بتعملي فيها تزايد وغرزة لأ. من هنا لنهاية الدور آخر غرزة هتقابلك هتشتغلي فيها 2 عمود بلفة في نفس المكان، وبعد كده بترجعي تقفلي المنزلقة. كده احنا اشتغلنا السطر التالت. السطر الرابع هترتفعي سلسلتين، هلف الخيط على الإبرة في نفس المكان، هشتغل غرزة عمود بلفة،
الغرزة اللي بعدها عمود، وفي الغرزة التالتة تعملي تزايد. فأنا بحب أعمل حاجة قوي لطيفة من غير ما تعدي. بصي هنا الغرزة اللي تحتها تزايد يبقى اللي فوقها هتبقى تزايد. هنا دي غرزة فردانية اهي، مفيش تزايد تحتيها في العمود اللي قبله، وهنا مفيش تزايد. دي الغرزة اللي كنا طالعين منها تزايد في السطر اللي قبله، فهخش في النص كده وهشتغل فيها 2 تزايد. فأنا بحب أفضل ماشية بالطريقة دي بدل ما تفضلي تعدي. ولو هتمشي بالعد يبقى غرزة بدون تزايد، التانية بدون تزايد، التالتة فيها تزايد في السطر الرابع، يبقى بتعملي تزايد في الغرزة التالتة. تاني غرزة مفيش تزايد، اللي بعدها مفيش تزايد، وفي الغرزة التالتة بتعملي التزايد. تشتغلي بنفس الطريقة. وطبعا آخر غرزة معانا بتشتغلي فيها 2 عمود، وهتقفلي بمنزلقة زي ما اتعودنا. السطر الخامس هتشتغلي برضو بنفس الطريقة، سطر 2 3 4. الخامس هترتفعي سلسلتين، هتشتغلي في نفس المكان غرزة، وهتشتغلي في الغرزة اللي بعديها غرزة، ادي التانية. العمود التالت برضو بدون تزايد، وبتتزايدي في الغرزة الرابعة. السطر اللي قبله كنت بتتزايدي في الغرزة التالتة، السطر ده هتتزايدي في الغرزة الرابعة، وهكذا كل دور بتطلعيه بتزودي غرزة زيادة فردانية اللي انتي ما بتعمليش فيها تزايد. عشان كده بقولك ممكن ما تعديش، تبصي على السطر اللي قبله هنا في تزايد، يبقى دي اللي هشتغل فيها. فوقيها كده 2 عمود بلف. دي ما فيش تزايد، هشتغل غرزة فردانية. دي الغرزة التانية برضو ما فيهاش تزايد، العمود اللي تحتيها عمود فرداني. هنا برضو اللي تحتيها ما فيش تزايد. هنا دي الغرزة اللي طالعة في النص دي، هنا حرف الفي اهو، وفي النص الغرزة اللي انت هتشتغليها تزايد، فعشان كده ممكن ما تعديش، تشتغلي تزايد. تاني غرزة مفيش تزايد، التانية مفيش تزايد، التالتة مفيش تزايد، بتعملي تزايد في الغرزة الرابعة. انا دلوقتي هشتغل السطر الخامس هخلصه، وهشتغل السطر السادس والسابع معاكي اوريكي الدايرة بقى حجمها قد ايه. وبنمشي بنفس التزايد، احنا في السطر الخامس بنتزايد في الغرزة الرابعة، في السطر السادس هتتزايدي في الغرزة الخامسة. يعني احنا في السطر السادس هتشتغلي تزايد في الغرزة الخامسة، في السطر السابع هتشتغلي تزايد في الغرزة السادسة، وهكذا. بتنقصي عن الدور نفسه اللي انت ماشية فيه، بتنقصي منه درجة، فبتشتغلي في الغرزة اللي قبليها. يا رب أكون قدرت أوضحها أو أشرح. ايه تلبسه هيبقى نفس المقاس ده كده. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ خلاص احنا وقفنا تزايد، هتبدأ تشتغلي بقى الاسطر عادي بدون اي تزايد، تبقى عارفة التفاصيل. هرتفع بقى السلسلتين، بعد كده هبدأ في كل غرزة هتقابلك هتشتغلي غرزة عمود. وقفنا تزايد، هتشتغلي بقى كام سطر؟ هتشتغلي 7 اسطر او 8 اسطر. انا هشتغل وهرجع هقولك طبعا انا اشتغلت كام سطر بالظبط لو ماشية معايا بنفس المقاس لنفس السن. فانا هشتغل حوالي 7 اسطر، وهنشوف بعد كده هنكمل ازاي باقي الايس كاب، لان انا هدخل فيه لون تاني. فهشوف هرتفع كام سطر باللون الرصاصي، وبعد كده هنغير اللون مع بعض. فانا مش هعمل حاجة غير ان انا هبدأ اشتغل كده. في كل غرزة هتقابلك غرزة عمود، وتبدأي ترتفعي السطر اللي بعده برضو تشتغلي بدون اي تزايد. هشتغل الكام سطر اللي انا هشتغلهم، وارجع نغير الخيط مع بعض ونشوف المقاس بتاعنا وصل لقد ايه، عشان انا ما بحبش الفيديو يبقى طويل. على قد ما بقدر بحاول اقصر الفيديو. تمام. فانا بقى هشتغل عدد اسطر لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه، وارجع نكمل مع بعض باقي الايس كريم. تمام. انا خلاص خلصت وقطعت الخيط.
هقولك طبعا المقاس بتاع الايس كاب كام بعد ما اخلص خالص. تمام. دلوقتي هدخل اللون التاني، ادخله هنا كده في الغرزة دي، ممكن تربطيه لو انتي بصوا احنا ممكن نعمل حاجة حلوة قوي عشان برضو تبقي مطمنة ان الخيط مش هيفك. تمام. تديله ربطة كده بسيطة، وتحت الخيط كل ده هيتدارى وانتي بتشتغلي. كل الخيوط كده هيتدارى. خش بقى هنا كده هشتغل سلسلتين. السلسلة التانية لف الخيط على الإبرة في نفس المكان، هشتغل غرزة والغرزة اللي بعدها هشتغل هنا على طول. يعني أنا حبيت إن اللون دوت أدخله سطر، وبعد كده هنبدأ نعمل الأسطر اللي احنا هننهي بيها الآيس كيب. فأنا حابة إن أنا أشتغل السطر ده، فحبيت أوريكي إزاي هتغيري الخيط عادي زي ما بتشتغلي بقية الخيط، فهتقطعي وتوصلي وتكملي مفيهاش أي حاجة. فأنا هعمل إيه دلوقتي؟ أنا هشتغل كل السطر لحد ما أوصل عند بداية السطر، وهشتغل بقى معاكي السطر اللي بعده. هوريكي إزاي هتبدأي تقفلي الآيس كاب بغرزة البليسيه أو البريد الأمامي والبريد الخلفي. هتشوف كل حاجة مع بعض. تمام. هنقفل بقى كده بمنزلقة وهرتفع سلسلتين، الف الخيط على الإبرة. احنا دلوقتي المفروض بنشتغل بقى البريد الأمامي والبريد الخلفي أو غرزة البليسيه. فأنا بحب أعمل طريقة حلوة أوي، هلف الخيط على الإبرة وأقوم نازلة كده من ورا العمود اللي تحت والسلسلتين، باخدهم مع بعض عشان بحاول أداري شكلهم ميبقاش باين. هطلع من أول فتلتين، بعد كده أطلع من الفتلتين التانيين اللي على الإبرة. ألف الخيط على الإبرة، ده العمود اللي بعده هعمل كده وهاخده أمامي أهو، اشتغل عمود أمامي تاني. ألف الخيط على الإبرة، ده العمود ده هزقه لورا كده أهو، وهاخده خلفي، عمود خلفي، يبقى عمود أمامي وعمود خلفي، عمود أمامي وعمود خلفي. بالشكل ده عمود أمامي. هتفضلي شغالة الدور ده كله كده عمود أمامي وعمود خلفي، مفيش أي تغيير. ده كده هزق العمود اللي ورا وهاخده عمود خلفي. هشتغل لنهاية الدور وارجع اقفل معاكي الدور وابدأ معاكي السطر اللي بعده. انا هشتغل 5 اسطر. ده كده السطر التاني، لسه باقي 3 اسطر. هقفل السطر ده عشان اوريكي هتبدأي ازاي السطر اللي بعده، وهرجع بعد كده اوريكي الشكل النهائي للايس كريم. باقي عندي خلاص اخر غرزة، هلف الخيط كده وهاخدها امامي. واحنا بدأنا بالعمود الاولاني كان خلفي، يبقى احنا كده الغرز بتاعتنا ماشية صح. طب لو صدفت بقى معاكي الاتنين طلعوا معاكي خلفي او امامي، حاولي توظفي غرزة في النص ومش هتبان بعد كده في الشغل معاكي. تمام. هاجي بقى هنا كده وهقوم قافلة بمنزلقة، هرتفع سلسلتين او سلسلة، انا بس بحب اعملها كده كتريح للشغل. تمام. وهتلفي بقى كده الخيط كده وتنزلي ورا العمود الاولاني. انت كده كل عمود هيقابلك هتشتغليه زي ما هو، يعني ايه؟ يعني ده امامي هتقومي تشتغليه امامي بالشكل ده. ده خلفي هتاخديه خلفي زي ما هو. في الخيط على الإبرة العمود ده أمامي، هيبقى العمود الأمامي أمامي والخلفي خلفي، مش هتغيري أي حاجة. هتشتغلي الأسطر الباقية بنفس الطريقة. انت بقى براحتك، بتحبي تعملي الحرف بتاع الآيس كاب بتعملي 3 أسطر براحتك، بتحبي تعمليه 5 براحتك. أنا بحب الشكل ده إن هو يبقى أعرض شوية، فبحب أعملها 5 أسطر. عدد الأسطر في الفينش بتاع الآيس كاب اللي هو الجزء النهائي ده انت حرة فيه. الشكل الأنسب اللي انت بترتاحي له اشتغليه. فأنا هعمل ايه دلوقتي؟ زي ما أنا كده ماشية
الامامي امامي والخلفي خلفي. هشتغل كده، ده السطر التالت، باقي لي لسه سطرين. هشتغل بقى السطرين الباقيين وهرجع اكمل معاكي. هوريكي بقى الشكل النهائي للايس كاب شكله عامل ازاي. تمام، هشتغل السطرين الباقيين والسطر دوت وارجع لك. تمام، انا خلاص خلصت الايس كاب. الايس كاب عامل 20 سنتي. تمام، هو في الجدول الايس كاب في الجدول من 22 ل 25. طبعا لو هتتنيه، انا بالنسبه لي المقاس ده مظبوط على بنتي، فده المقاس. وقطر الدايره كان 16. قطر الدايره معاكي من 15 ل 17. المقاس ده يلبس من 10 سنين ل 17 سنه. تمام، يبقى تاني هعيد معاكي. قطر الدايره من 15 ل 17، المقاس ده كان 16. اسفه. والطول معاكي من 22 ل 25. انا عملت الطول 20. طبعا لو انت بتشتغلي للبيع ما بتبقاش عارفه مين اللي بيلبس، فبتمشي على الجدول. لكن انا بالنسبه لي عاملاهم لبنتي، فبنتي المقاس هيبقى لما لبسته لها لقيت المقاس مظبوط عليها، فتمام بالنسبه لي. ده كان فيديو النهارده. اتمنى يا رب ان انت تكوني استفدتي ولو حاجه بسيطه. احب اعرف رايكم، ولو في اي غرزه عايزيني اشتغلها احب اعرف رايكم فيها. تقولوا لي عليها يعني اشتغلها. ده كان فيديو النهارده، وطبعا زي ما متعودين معايا بوزن لكم الشغل وبحط في صندوق الوصف كل البيانات اللي تخص الشغل. تمام، اشوفك بقى في فيديو جديد وفكره جديده. سلام.